ولينا كنسمعوا بزاف ديال المرات الاطفال اللي كيكونوا في ليكريش او لا عند لي نونو كيوقع لهم وفاه. ولكن واش دائما كتكون السبب هي ديك لا نونو او لا كريش، او لا كتكون الموتة ديال الله؟ هادشي اللي وقع لواحد لاسيستونط ماتيرنيل مقابله 4 ديال الاطفال، واحد فيهم عنده 8 شهور. من بعد ما تغدات داتو باش ينعس، الوقيته اللي مشات تفيقو لقاتو اللون ديالو مبدل وما كيتنفسش. عيطات الاسعافات اون اتوندون دارت الماساج كاردياك، لكن يوصلوا الاسعافات لقاو اللي عطا الله عطاه. نقلوا الجثه ديالو للمستشفى وداوها هي بحكم انها كانت مصدومه، باش غادي يشرحوا الجثه ديال الطفل ويشوفوا الاسباب ديال الوفاه. واش يعني حركاتو بزاف، واش ما انتبهتلوش فاش كان ناعس وتخنق. هادشي علاش داو المستشفى باش يشوفوا الاسباب ويساعد المحققين باش يخرجوا بواحد النتيجه ويشوفوا واش موته ديال الله او لا كانت شي حاجه من مور لاسيستونط ماتيرنيل. حاليا هي ما متهمه حتى بشي حاجه لان التحقيق مازال ما تفتحش ومازال ما كملش اصلا. فشنو الراي ديالكم نتوما في التعليق في اللي هادشي ولينا كنسمعوا؟ هي ممكن الطفل يموت في الدار وربما تكون ضجه واحده اخرى، ولكن ملي كيموتوا في لي كريش او عند لاسيستونط ماتيرنيل